عقد وزير الداخلية محمد حصاد أمس بمدينة العيون اجتماعا خصص لاستعراض سير تنفيذ الالتزامات الواردة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية. وتطرق الوزير إلى وتيرة الإنجاز بعد مرور السنة الأولى من تنزيل هذا البرنامج، مبرزا أنه تم إعطاء الانطلاقة لعدد من المشاريع المبرمجة سنة 2016، حيث تم الشروع في إنجاز 134 مشروعا في كل من جهة العيون، الساقية الحمراء وجهة الداخلة، وادي الذهب وجهة قلميم ودنون. الشاشة التفاعلية لنجاة بوتفسد. خلال العام الماضي أعطى الملك محمد السادس انطلاقة البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية، برنامج وكما يقول بلاغ وزارة الداخلية سيمكن من فتح آفاق واعدة لكافة هذه الأقاليم وجعلها جسرا للتبادل والنمو المشترك مع دول الجوار والفضاء الإفريقي والأطلسي، وبوابة رئيسية نحو إفريقيا لتوطيد التعاون مع اقتصاداتها الواحدة في إطار التوجه الاستراتيجي للمغرب نحو العمق الإفريقي وتطوير الشراكة جنوب. النموذج التنموي الجديد الذي يضع المواطن في صلب الأولويات يتمحور حول مبادئ التشارك والإدماج، ويستند إلى مبادئ الحكامة والمسؤولية وإلى دعامات أساسية تتمثل في تقوية محركات التنمية ومصاحبة القطاع الإنتاجي وإدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة وتطوير التنمية الاجتماعية وتثمين الثقافة الحسنية إلى غير ذلك. وقد رصد لهذه الدينامية التنموية غلاف مالي استثماري إجمالي يقدر ب77 مليار درهم. لجهة العيون الساقية الحمراء تم تخصيص اعتماد مالي يقدر ب41.6 مليار درهم. من ضمن المشاريع المخصصة لهذه الجهة الطريق السريع الذي يربط جزءه الأول بين العيون وطرفايا، وبرنامج التنمية الصناعية فوس بكراع، ومشروع تكنوبول فملواد، ووحدتان للطاقة الشمسية بكل من العيون وبجدور. أما جهة الداخلة وادي الذهب فقد استقطبت عددا من المشاريع الهامة بغلاف مالي يبلغ حوالي 18 مليار درهم، من أهمها ميناء الداخلة الأطلسي، و6 مشاريع ذات قيمة مضافة عالية على مستوى قطاع الصيد البحري، بينما بلغت الاستثمارات المخصصة لمشاريع جهة قلميم ودنون ما قيمته 11 مليار درهم. على رأس هذه المشاريع الفلاحية ومطار قلميم ومشروع سد فاسك والطريق السريع الذي يربط جزء منه مدينة قلميم بواد درعا وطنطان والوطية إلى جانب مشاريع اجتماعية. وحسب وزارة الداخلية فقد تم إعطاء الانطلاق لعدد من المشاريع المبرمجة سنة 2016، وتم الشروع في إنجاز 134 مشروعا بغلاف مالي تجاوز 39 مليار درهم. نسبة انطلاق الأشغال على مستوى المشاريع ذات الطابع الاقتصادي المبرمجة برسم العام الماضي قاربت 100%، في حين بلغت هذه النسبة على مستوى مشاريع البنية التحتية وإعداد التراب 82% مقابل 52% بالنسبة للمشاريع ذات الطابع الاجتماعي.